تخيل طالب متفوق الأول على فصله بكل جدارة، يصلي ويحلم يدخل طب، وحبة صغيرة واحدة بالمدرسة تنهي كل أحلامه. من اللي طيحوا فيها ومن اللي دمر حياته نعرفها كلها بالقصة. شاكر لكم كل دعمكم بالقصص اللي فاتت، وكل اشتراك تراه والله يحفزنا نقدم باسلوب اجمل واجمل، وكل انتقاداتكم اللي تخلينا نحسن من انفسنا ترى وجايب لكم اليوم هالقصه اللي بترفع ليفل الحماس عندكم. بس خلك مركز ومجهز نفسك. وقبل نبدا، اذا ما انت مشترك لا تنسى تشترك، لانك انت وقودنا الحقيقي اللي نصل فيه بهالقناه لكل مكان ان شاء الله. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وخلونا نبدا القصه. في لحظه تغير مصيرك بدون اي صوت، ما فيها سكين ولا طلق نار، بس حبه صغيره. قصه بياع المدرسه. في لحظه صغيره تغير مصيرك بدون صوت، ما فيها سكين ولا طلق، بس حبه صغيره طيحك من على سلم القاع ما تدري وش اخره. يقول صاحب القصه: الفجر ذاك اليوم كنت أول واحد يفتح باب المسجد، حافظ جدولي مترتب، مدرسة وحفظ وتمارين وبري بأمي. كنت دايم أسمع الناس يقولون ما شاء الله على فلان، والله يا هو متفوق ومؤدب، ليت عيالنا زيه. والحمد لله أنا ماشي على أحد، ودايم ضحكتي تسبقني ومرتاح يا ربي لك الحمد. لين جاء ذاك اليوم في المدرسة الثانوية حقتنا، واحد من أخوياي كان عندنا اختبار بسيط، كان هو السبة إنه ينفتح لي باب ما يتكفل بسهولة. يقول بصف لكم المشهد: كنا في ممر المدرسة والجو كان حار وهبوب علينا، وطلاب يضحكون بكل مكان وجرس طابور يرن. انا قلت له: قلت يا فلان ترى عندنا اختبار فيزياء اليوم. التفت علي واعطاني ابتسامه ما ارتحت لها. قال: عندي حل اسرع من المذاكره كله. قلت له وانا اضحك: اكيد انك بتغش، عارف سواليفك. قال: لا 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 لا، انا ما غش ولا شيء، انا عندي حاجه والله هي تنجحك بكل ماده. جلست افكر به ايش الشيء اللي ينجحك بدون ما تذاكر، وايش الشيء اللي ينجحك بدون ما تغش. يقول المهم جلسنا في اخر الممر عند احد المخازن، جاني قرب لي وقاصب اذني وقال لي: شوف يا فلان، حبه هذه تنظف الراس وتركز حماس، وترى ما هي من الممنوعات، جربها مره واحده بس. يقول انا رايت لو كشيت وسحبت نفسي منه. قلت: لا يا رجال وش ذا العلوم، ما هي علومنا ترى، ما ابي اخرب اخرتي وحياتي كلها، لا والله فكني. ضحك وقال: انت بزر انت، لا تكبرها، كلهم ياخذونها قبل الاختبار، ترى هذه مصنوعه بس للاختبارات، وهالمره خلك رجال وقد كلمتك وجربها وبعدها كيفك. يقول حطها بيدي ومشى، وانا جالس افكر بيني وبين نفسي والله اني ابي درجات يا اخي، انا ابي الطب، ابي ادخل تخصص طب ويبي له ذكاء خارق، وش المشكله اني اجربها مره واحده، اذا نفعت لي ولا خلاص ما عاد ارجع لها. وخلاني بيني وبين نفسي صوت داخلي يقول: يا ولد لا تهور، وصوت ثاني يقول لي: ترى حبه ما هي ضرتك، جربها، اذا ما جزت لك لا ترجع لها. بس العقل اذا تعب من التفكير يتلف نفسه. على الباب قبل ما ادخل القاعه كانت الحبه ثقيله في جيبي، اخف من الريشه وزنها بالفعل، لكن كان فيها ثقل على قلبي ما يعلم به الا الله. ما راح اوصف لكم وش حسيت وقتها، صراحه شعور ما اتمناه لاي احد، لاني ما ابي احد اصلا يجرب. يقول بعد ما جربتها انا مو انا يا اخي، سرعتي ما هي سرعتي، بداهتي ما هي بداهتي، عقلي يفكر من نفسه ودي يسوي اي شغله. يقول وفجاه تركيزي ما هو تركيزي، اشوف الوجيه كأنها ضبابيه، مركز على هدفي، مركز اني بشتغل شيء. يقول بس الاكيد اني طلعت من القاعه وانا ضامن الدرجه كامله، بس روحي هي اللي ناقصه. جاءت البيت وتوضيت وحسيت بتأنيب الضمير، وقفت اصلي والقران اللي تعودت احفظه حسيته بعيد عني. قلت لنفسي والله توبه ما اكرر هالامر ولا ارجع لها حبوب، انا بغينا عنه، انا الحمد لله دافور. يقول من بكره رحت المدرسه، سالني خوي يقول: ها كيفك؟ قلت: اسمع يا فلان والله العظيم حسيت احساس ما حسيته قبل، احس اني اذنبت بحق نفسي، تكفى يا فلان لا عاد تعيدها. بعد كم يوم كنت اشكل نفس خوي هذا واقول: يا فلان علينا اختبار كيمياء والمشكله في حاجه عمليه، ما ادري يا اخي احسه صعب المنهج، احسه مو لنا المنهج اكبر مننا. قال لي: اسمع هالمره اعتبرها الاخيره، ابي اعطيك الحبه هذيك تراها بتساعدك في مشروع الكيمياء، لكن اعتبرها الاخيره، ابدا ابدا لا تاخذها ثاني مره، لكن تصدقني انك بتنجح بفضل هالحبه. يقول المشكله مو هنا، المشكله اني اخذتها واديت بالاختبار وجبت نتيجه عاليه، لكن لما رجعت البيت حسيت بثقل بصدري، يا اخي حسيت اني انسان متناقض، حسيت اني انسانين داخل انسان، واحد يلومني وواحد يعزز لي. يقول ذاك اليوم انا عجزت انام من الصداع، جالس الوم نفسي، جالس أأنب ضميري، لكن تبون الصدق وقتها جازت لي، حسيت انها جالسه تنجحني. هنا نسيت اني انا اصلا دافور، انا درجاتي كلها عاليه. واحب اقول لكم ان المره صارت مرتين وبعدها مرات عديده ما تحصى، كل ما صار عندي اختبار ولا عامل خارج المدرسه اقول هالمره ما تضر، خلني اخذها. للاسف صار جسمي يطلبها بدون ما يطلب اذني حتى، وبديت حرفيا اني اتغير. لاحظت على نفسي اني جالس اعصب على امي بدون اي سبب وبدون اي ندم، بل انه مره من المرات كنت بمد ايدي عليها، ما ادري وش السبب، لا طلعت من عندها احس اني اصحى واقول انا ليش سويت كذا. يقول عيوني محمره ومن ذقتها انا ما ذقت النوم، كل نومي مقطع، حسيت اني هوملس نوم. يقول صرت ارجع لخويي واقول له عطني حبه، قل ليش كل يوم تبيها ببلاش؟ لا ترى سعرها 50 ريال الحبه. وانا اقول له تكفى يا فلان انت اللي طيحتني فيها يا اخي، حسبها عندك وسعرها رخيص ما توقعته ب50. يقول صرت احوس في ادراج البيت ادور فلوس، بالبدايه سلف بعدها ارجعها لك بعدين، واخر شيء قمت اسرق من محفظه ابوي القديمه بدون ما يدري، كنت اسرق حتى من فلوس امي، من شنطه امي
أدخل وأخذها وأقول بيني وبين نفسي أنا لازم أوقف، بكرة بوقف. لكن يجي بكرة وأنا كلي حماس إني أجربها ثاني مرة. لين يوم جتني أمي قالت يا فلان فلوسي جالسة تنقص من المحفظة، أنت تدري وينها؟ قلت والله يا يمه ما في سبب إني أخذها، أتوقع إنها شغالة ما في أحد غيرها. لين صرت أخذ من أمي وأبوي 50 100 50 100 عشان أضمن حق راسي القدام. وصوت داخلي جالس يجلد فيني يقول أنت لعن أبو بليسك، كنت من أول الصف تصلي، وكنت من أول المتفوقين، وكنت محافظ على صلاتك وعلى برك لوالديك، ومحافظ حتى على دراستك. أحس ضميري صاحي بس أنا جالس أقتله في البلاوي اللي أنا أخذها. لين ذاك اليوم اللي كنت مداوم فيه بالمدرسة، ذاك اليوم شافني الأستاذ ناصر من بعيد، وقفني عند باب الفصل، صوته هادي شوي لكن حاد بنبرة، يقول يا فلان ايش فيك متغير؟ فيك شيء؟ درجاتك نازلة، ما أنت مثل أول يا أخي، ما أنت مثل ضحكات أول، ما أنت الطالب المجتهد لدرجة إنه كل المدرسين جالسين يذمون فيك الحين. قلت له عادي يا أستاذ، سهران على مشروع، عندي ظروف بالبيت يعني كاسرتني شوي، ماني ذاك الأولي. قرب مني ونظرته ثابتة على عيوني، يقول عيونك تقول كلام ثاني ويدك ترجف، تركيزك مو معي أبد، تعال نجلس بعد الحصة شوي نتكلم شوي. قلت له خير إن شاء الله، زين أنا بجيك بالفسحة. وفعلا جت الفسحة وتناسيت الأستاذ وما مريته. قلت ما بيقروش راسي ويتدخل بحياتي، وجالس مع خوي اللي يعطيني وجالس أسولف له، أقول يا ذا مدرس البثر ما أدري وش يبي فيني. يقول تعال بتكلم معاه شوي، إلا الأستاذ ناصر فوق راسي قال لي تعال وينك ما جيت؟ قلت له أوه يا أستاذ معليش نسيت، خلاص الحين أجيك. قال لا ما في الحين، امش معي. ورحت معه وجلسني على المكتب وجلس قدامي. يقول لي الأستاذ ناصر أنا ما جيتك عشان أفضحك، جيتك عشان أنقذك قبل لا ينكسر شيء أكبر مني ومنك. يقول أنا جالس أناظر فيه وحكي دي. يقول يا أستاذ ما فيني شيء، تراك مكبر الموضوع. تنهد الأستاذ ناصر ويقول يا ولدي ترى أنا شفت قبلك كثير، كلمة واحدة بس بقولها لك وفكر بينك وبين نفسك، لا تخسر نفسك يا ولدي. يقول هو يتكلم حسيت جسمي يقشعر، جتني رعشة غصب عني وعيوني جلست تتغرغر. يقول فجأة حسيت الجوال يهتز، طلعت الجوال بعد ما طلعت من الأستاذ ناصر وفتحته، إلا خويي ذاك اللي يمولني يقول لي لا تفتح فمك لأحد، ترى والله أقلبها عليك. يقول أنا طول عمري جالس مع الدوافير، أنا أول مرة أتهدد بالمدرسة من طالب ولا من غيره، قلبي طاح من مكانه. يقول فجأة لقيت الأستاذ ناصر يمشي جنبي وأنا ما انتبهت له، وكان يقرأ اللي معي بالجوال. يقول مد يده علي وقال هات شنطتك. يقول أنا تجمدت من مكاني، الشنطة اللي فيها شيء ما ينقال. يقول فيها شيء بس مو اللي ببالي بالكم، لا فيها شيء خاص لي أنا، وفي ورق ومراسلات ووصاخة. ما بغيت أنفضح عند الأستاذ، حاولت ألهي الكلام، قلت أستاذ ترى ما فيها شيء الشنطة. ابتسم ابتسامة وقال لي يا ولدي أنا ما أبي أفتش شنطتك، أبيك تفتح قلبك لي. وبهذه اللحظة وقف المرشد الطلابي قدامنا وقال تعال يا أستاذ ناصر أبيك. التفت عليه أستاذ ناصر وقال طيب تعال معنا كلنا نبي نحاول نحل وضعك. يقول وأنا ناظر ورا وأشوف نفس الطالب هذا جالس يتبعنا. يقول وأنا أضرب جوالي، يقول لي لو تكلمت ترى أنت اللي بتنحرق مو أنا، انتبه انتبه. كل أنا جلست بين نارين، أناظر الرسالة وناظر بوجه الأستاذ ناصر، أنا حرفيا بين بابين، باب اعتراف ووجع وباب سكوت يمكن يقتلني. الخطوة الجاية بتحدد أي باب ينفتح، باب النجاة ولا باب الهرب. يقول ذاك اليوم سمعت صوت الأستاذ ناصر جالس يكلم أبوي عند الإدارة، أنا كان علي استدعاء وطلعوني من الحصة ووقفت عند المدير واسمعه يكلم يقول ولدك ترى مو طبيعي يا أبو فلان، ترى ولدك والله مو طبيعي، ما صار مثل أول، لازم تراقبه، لازم تنتبه بولدك. يقول وقفت ورا الباب جسمي يرجف، أبوي صوته بارد، أسمع بسبيكر، أسمع شغال قدامي، يقول إن شاء الله خير يا أستاذ، أنا مشغول شوي بشركتي لكن إن شاء الله بتأكد من الولد وبعلمكم وإن شاء الله ما في شيء، بس أتوقع أن عليه ضغط من الاختبارات. يقول طلعت من المدرسة عيوني تدمع، أول واحد خطر ببالي خويي، إي نعم خويي اللي كان يمولني، حسيت انها اقرب صديق لي الفتره هذه. جلست معه عند سور المدرسه وقلت له يا رجال الاستاذ شاك فيني وكلم ابوي، انا ما ادري وش اسوي يا اخي، مثل ما ورطتني طلعني من هالسالفه، لا تقعد بس تهدد بالرسائل. يقول طلعني بعين كلها شر، قال سهله نبي نكسر عينه ونبي نوريك انه اذا فكر يفضحك بينفضح هو قبلك. يقول انا سكت، حسيت نفسي اطيح من حفره لحفره اعمق منه. يقول في ذيك الليله اجتمعت انا وياه وكتبنا رساله للاستاذ ناصر من رقم مجهول، قلنا يا ناصر لا تفتح فمك ولا سيارتك ترى بتودع، هذا اول انذار واعتبره اخر انذار. وارسلناها من رقم غريب. ضحك خويي وقال ترى احس انه بيعرف انك انت ما انت لحالك. يقول انا ابتسمت ابتسامه خايفه وقلت احس اني وقعت على اعترافي وفضيحتي بيدي. رجعت البيت لقيت ابوي بمجلس رجال واوراقه عنده صفقات وشغله اللي ما يخلص بتجارته، ما رفع راسه حتى علي. قال يا ولدي خلصت واجباتك؟ قلت ايه يبا سم خلصتها. هو يرد برد بارد يقول زين يا ولدي ان شاء الله انا بس اخلص اللي عندي واجيكم هناك في البيت، خلاص روح ادخل عند امك واخوانك. يقول انا بيني وبين نفسي قلت ما حتى سالني ليه الاستاذ قال عني كذا، ليه ما شافني حتى بعيونه، ليش الاهمال هذا من ابوي؟ كانت امي الوحيده اللي ملاحظه تصرفي بس ساكته ما تبغى تشيش ابويا والناس حولي. يقول عشت حياتي طبيعي، بعد يومين كنت مداوم طبيعي ووقفت عند خويي هذا قلت ها ما تدفني بوحده، واعطاني وحده واعطيته الفلوس. ومره احد المدرسين قال لي ايش تسوون انتم برا المدرسه؟ يلا قدامي داخل. انا اختبيت وحطيت الحبه من مخباي ودخلنا، وانا متعود اني اول ما اخذها اكلها عشان ما تبين. اول ما دخلنا جونا عند الفصل، فجاه المدير والمرشد والاستاذ ناصر. قال المدير اليوم في تفتيش يا طلاب، كل واحد يقوم
ويحط يدي على الطاولة. يقول أنا قلبي ينكسر من مكانه، أنا قلبي يرتعد، قسم بالله أحس قلبي جالس يضرب صدري ضرب. يقول بسرعة دخلت بيدي بمخباي وطلعت الحبة وحطيتها بالشنطة. من لمحني هنا؟ لمحني الأستاذ ناصر اللي كان يدور زلتي. بس أقول بيني وبين نفسي يمكنني موسوس، ما يفتشوني أتوقع، يمكن أعدي من الموضوع. لكن فجأة صوت الأستاذ ناصر جالس يقول فلان تعال وجيب شنطتك. أنا هنا دريت إني انقفضت، مديت له شنطتي ويدي كانت ترجف، فتحها قدام الناس كلهم، قلب الأوراق والدفاتر لين مسك الحبة وحطها بين أصابعه عشان ما حد يشوفها، وخذاها وطلعها وحطها بمخباه، رفع راسه وعيونه ثابتة علي وكنه يقول اللعب انتهى. يقول لي خلاص وقفوا التفتيش، يا فلان تعال معي للغرفة. يقول وانا جالس اطلع من الفصل وانا اسمع العيال يتهامسون بيناتهم، يقول امسكوه انطرح انتهى. يقول كل كلمة كانت تطعني زي السكين تمشي بصدري. يقول وقفوني عند مكتب المدير وقال خلك واقف هنا، ورفع جواله واتصل، الا اسمعه يقول الو ابو فلان تعال المدرسة ضروري هالحين. انا بيني وبين نفسي قلت والله اني جبت العيد، اقسم بالله النهاية تقربت انا بنحاش. يقول فجأة حسيت انه في جبل طاح علي، وابوي هو الشبكة الوحيدة اللي ممكن تنقذني، بس انا عارف انها الشبكة الوحيدة ما راح تنقذني. انا عارف ابوي لو عرف ايش يسوي، انا عارف ان نهايتي انتهت، انا لازم اتخذ قرار اهرب الحين ولا متى. يقول واقف عند باب المكتب ويدي باردة وعقلي يصرخ وتفكيري بكل مكان، وش بيسوي ابوي اذا جاء؟ بيلزخني قدامهم بعده يوديني مكافحة ولا ايش بيسوي؟ بيساعدني يعني ابوي لا دخل بيكون ستر علي ولا عاقبة؟ بس احيانا الكف ما يجرحك، بالعكس يخليك تحسن ورك ظهر ولو بطريقة قاسية. يقول جلست عند مكتب المدير والعرق غرق وجهي. يقول التفت يمين الا ابوي داخل مع باب المدرسة، قلت هنا لازم اتخذ قرار، وش اسوي انا؟ وش جالس اسوي؟ يقول حسيت الارض انسحبت من تحتي. يقول انا بدون شعور ووعي دخلت غرفة الاستاذ ناصر وحبيت يده وقلت تكفى يا استاذ ناصر لا تفضحني، تكفى استر علي، والله اندري ابوي انه اللي يخليه جريمة، اقسم بالله لا اعترف لك بكل شيء، بس تكفى استر علي طالبك يا استاذ ناصر. يقول استاذ ناصر رفع عينه ورعالي ما بين مصدق ومكذب، انا اقتنع فيه ولا جالس يلعب علي؟ استعطفني، استر على الولد ولا فعلا ابوي بيذبحه؟ الا على دخلة ابوي وانا جالس اصب عرق خلاص بيفضحني. قام الاستاذ ناصر وسلم على ابوي، يا هلا ابو فلان استريح لو سمحت. يقول جلس ابوي وانا العرق يصب مني، ودي اصيح ودي اسوي اي شيء بس ابوي ما يدري. يقول بدا يتكلم استاذ ناصر ويقول له ترى الموضوع ما يتاجل وانت لازم تعرف الحقيقه. انا هنا انهرت، اقسم بالله حسيت قلبي بيوقف، يعني كانت اسوأ ايام حياتي. قال يا ابو فلان ولدك يتهرب من الحصص لازم تحط له حد، ولدك ما عاد هو الاولاني الكفو. يقول اقسم بالله لما سمعت الكلام ودي حضن الاستاذ ناصر، انهرت حسيت جبل وانزاح عن صدري. يقول ابوي لف وجهه علي وعيونه مليانه قهر وغضب، قرب مني وعطاني ذاك المخمس عندهم اللي والله ما انساه، هو يضربني وانا جالس اضحك. ابوي يراعي لي ايش فيك انت انهبلت؟ انا جالس اضربك وانت تضحك صاحي انت؟ يقول غريب ان قلبي يبتسم. يقول حسيت الكف على وجهي مثل العسل. يقول مو لانه ما يوجع، لا والله الا يوجع، لكن ان ابوي ما عرف السالفه الحقيقيه وقال لي قدام الناس عيب يا ابوي انا علمتك علوم رجال تجي تهرب من الحصص. يا اخي الله يقلعك غب البيت وانا تجي تهرب من الحصص، خذ عفشك وامش معي. يقولوا فعلا خذيت شنطتي ومريت على الاستاذ ناصر وانا طالع وقلت له بعلمك كل شيء استاذ ناصر بس تكفى لا تسوي شيء، بعلمك كل شيء والله ما اكذب عليك. يقول وانا طالع جالس يكلمني ابوي بالسياره، يقول يا ولدي وش جالس تسوي؟ ترى عيب عليك يا اخي، ما خبر احد بعائلتنا سوى سواتك، كيف تهرب بين الحصص؟ يقول لا اعلمكم وش صار، انا حسيت اني عديت من موت الموت ثاني بس اهون منه. ركبنا السياره وقال لي ابوي بصوت بارد اسمع انا عندي سفره شغل المدينه قريبه من عندنا، ابى اخذك معي ولعلي افهم وش فيك ويمكنك تغير جو وتبطل هالعادات. يقول انا ما فهمت قصده، يبغى يراقبني ولا بيبعدني عن الاستاذ؟ المهم اني رحت معه وغبت يومين كاملين عن المدرسه ولكني طالب فيها. يقول بعد يومين يرن جوالي رقم غريب، رديت بخوف هلا من معي؟ جاني ذاك الصوت يقول وينك يا ولد؟ ليش ما حضرت المدرسه؟ اسمع الصوت واقعد امايزه الا والله صوت الاستاذ ناصر، ورحت اركض طلعت من الشقه عشان ابوي ما يسمع شيء. قلت له هلا استاذ ناصر والله اني سافرت المدينه ثانيه مع ابوي. سكت الاستاذ ناصر وقال طيب وش قصه الحبه اللي كانت بشنطتك؟ بتعلمني ولا انا عارف اتصرف؟ يا اخوي ارتبكت حسيت لساني ينعقد، قلت بسرعه والله اني لقيتها على الطاوله، يمكن احد بيوهقني ولا منكحني، ما ادري مين حطها، يمكن مقلب ما ادري والله يا استاذ بس الاكيد انا ما تعاطى هالشيء. يقول الاستاذ ناصر ضحك ضحكه قصيره وقال لي انت تحسبني وغد، انت تحسبني هطف، ان جيت بعلمك وش يصير، وسكر الخط بوجهي. انا هنا ارتبكت ارتباكه ما قد ارتبكتها بحياتي كلها، جالس افكر اذا جيت يصير خير. طيب كانت ترم باذني مثل تهديد، وقتها حسيت ان اول كذبه طلعت من لساني ما كانت توقف عند حد معين. يقول بعد ما سكر الاستاذ ناصر الخط قلبي يضرب مثل الطبول الحرب، ما لقيت احد افضفض له الا خوي اللي كان يمولني. دقيت عليه وقلت له ترى انكشفنا، شكله عرف بكل شيء بس ما ادري وش يبي.
رد علي بصوت مبحوح وقال لي خلاص أنا بتصرف، بس أنت يا ويلك لو تفتح فمك لأحد، تفهم؟ يقول سكرت وأنا أحس نفسي محشور بزاوية بين نارين، خويي اللي يهددني والأستاذ اللي ينتظر رجعتي. يقول بعد يومين رجعت للمدرسة ودخلت الفصول وأنا أدور الأستاذ ناصر ما هو به. الحمد لله برتاح، حسيت براحة غريبة، كنت يمكن خذ إجازة، يمكن نسى الموضوع أصلا. يقول لكن من بكرة جيت وبرضه أستاذ ناصر ما هو موجود، ما هي من عادته، بالعادة أستاذ ناصر دائما محضر بالمدرسة، لو يموت أبوه تلقاه يحضر. يقول هالمرة حسيت في شيء مو طبيعي، قلت خلني أروح للمدير أشيك وش صار. يقول وأنا رايح للمدير وأنا مقبل على مكتبه إلا المدير يناظر فيني، يوم قربت بدخل إلا في 2 عساكر واقفين عنده. يقول سحبت نفسي ورجعت على ورا، قال لي المدير تعال يا فلان، قلت سم أبشر، قال لي دخلت قال للعسكر هذا اللي تسألون عنه. يقول أنا رأيت العسكر، قلت أنا وش دخلني أستاذ، أنا وش سويت، خير وش صاير، وش مسوي أنا؟ التفت واحد من العساكر وقال هذا هو متأكد؟ قال المدير إيه متأكد، هذا فلان الفلاني. يقول حسيت الدنيا تدور فيني، حسيت وجهي بدأ ينشف، قلت بصوت متقطع وأنا ناظر للعسكري وأقول له أنا خير، أنا وش مسوي؟ يقول قال لي بتعرف كل شيء، تعال معنا وأبوك بيسبقنا هناك. يقول ركبت معهم ولا كلمة طلعت مني، وركبوني سيارة الشرطة وخذوني للمركز. وصلنا لمكتبهم لقيت رجال شكله ضابط أو ما أعرف بالرتب، المهم إنه كان وجهه يخوف، باين عليه الجدية، جالس قدام أوراق كثيرة، رفع نظراته لي وهو جالس يتحرك بالورق، قال لي معك المحقق صالح. يقول أنا جيتني مركب ما أقدر أمشي، أنا ركب يتصافق بمكانه، قلت له سم أبشر. جلس ابتسم ابتسامة صغيرة وقال لي يا ولد نسمع عنك كل علم غانم، طالب مجتهد ومؤدب واسمك زين عند الناس كله، لكن كل نظرت لقيت لكن ما في لكن إن شاء الله. قام من مكتبه ووقف قدامي وقال لي بس تطعن مدرسك. يقول رأيت لقيت أنا أطعن مدرسي، مستحيل أنا ما أسويها، أقسم بالله ما أسويها لو إيش، أنا ما طعنت بس أطعن مدرس. قمت من كرسيي وكنا فضني كهرب، قلت لا ترى أنا ما أسويها، تراك مضيع، أنا ما أطعن مدرسي، مين مدرس أصلا؟ يقول طنت براسي وقلت لا يكون الأستاذ ناصر. المحقق صالح سكت ووراقه بين يديه، بس عيونه قالت كل شيء، الأستاذ ناصر مطعون وأنا أول اسم على القائمة. أحيانا ما نحتاج محامي ولا واسطة، نحتاج شخص يؤمن فيك ويغامر عشانك. يقول المحقق صالح كان يضغط علي بالأسئلة وأنا كل كلمة أقولها تزيد الشك فيني، ما عندي خبرة، ما قد انمسكت كمجرم، ما أدري وش أقول. يقول فجأة وأنا مغط من ذا الأديان وحلف له إلا الباب ينفتح. مين اللي دخل؟ دخل الأستاذ ناصر، وجهه شاحب لكن صوته ثابت. دخل وقال السلام عليكم، رديت السلام والمحقق رد. قال الأستاذ ناصر لو سمحت حضرة المحقق ممكن تخلينا مع بعض شوي أنا وياه، أنا على الكرسي وقلبي جالس يقرقع وهو واقف قدامي ويطالع فيني بحده. قال لي شوف يا فلان أنا بقول لهم هالحين إنك مالك دخل، بقول إنه مو أنت، بس ترى هالكلام مو عشانك، لا أبدا مو عشانك، عشان مستقبلك، لأنك متفوق وأنت الوحيد اللي يشوف فيك أمل ترفع راس أهلك. قرب مني وقالها بصوت واطي، يقول لكن اسمعني زين، أنا ما راح أتركك تمشي كذا تقول لي مين يمولك بالحبوب ذولي، مين المصدر. يقول أنا سكت، حسيت نفسي بين نارين، لو تكلمت ممكن أطيح ناس ما يرحمون، ولو سكت مستقبلي بيندفن وأنا حي ناظر فيه. قلت له وأنا عيوني تدمع أستاذ ناصر أنا صدق ضيعت نفسي، لكن خوفي مو منك، خوفي من اللي وراهم، لو دروا إني تكلمت ترى بينتقمون مني، سهلة. أستاذ ناصر جلس على الكرسي حط يده على كتفي وقال لي بهدوء ما عليك، أنت ضمن حكومتنا ما ترحم الأشكال، وأنا وياك نطيحهم واحد واحد، بس نحتاج شجاعة إنك تعترف وتوقف مع الحد. يقول قلت له أستاذ ناصر والله إني خايف، تكفى إنك ترحمني من هالسالفة. قال لي اصمل خلك رجال، هذول يخربون مثل ما خربوك أنت، من متفوق إلى واحد مدمن. يقول قلت له سم أبشر خلاص أنا معك. طلعت من المكتب وأنا بصدري شعور غريب، بين أمل إن واحد يبغى ينقذني وخوف إن كل كلمة قلتها ممكن تكون بداية حرب أكبر مني بمراحل كثيرة، لأنه أحيانا ما تطيح إلا بيدين أقرب الناس له، لكن بيوم يصيرون رجال مكافحة ويدخلونك خطتهم، تعرف إنك داخل لعبة ما فيها حتى طريق رجعة. والأستاذ ناصر جاء معي للبيت، واجه أبوي وقال له، يقول كنت أتوقع أبوي لما يسمع تصير لي فضيحة أو كلام ثقيل على راسي أو حتى أنضرب أو أنجلد، عادي كل الناس ينجلدون، لكن اللي صار شيء غريب ما توقعته، أنا ما توقعت أشوفه من أبوي. يقول الأستاذ ناصر قال لأبوي قدامه أبو فلان ترى ولدك مظلوم وفي واحد مستقصد له ويدس له الأمور اللي انت خابر، ما علمه بكل الحقيقة ولازم نعالجه قبل ما نخسره، لازم نوقف هذول عند حدهم. وخذ الموافقة كاملة من أبوي إننا نسوي المخطط. بس أنا ما كنت يم الأستاذ ناصر، أنا كنت يم أبوي اللي عمره ما جلس معي حتى نص ساعة، وقف صامت، يمكن لأول مرة حس إن الموضوع أكبر من تجارته وفلوسه، وضمني وقال يا ولدي انتبه على نفسك وإن شاء الله الحق بيصير معك. يقول رحت مع الأستاذ ناصر ودخلونا على المكافحة، أنا ما كنت أعرف وش ينتظرني، كنت متردد، جسمي يرجف وأنا أحس نفسي تايه بين إني ضحية ولا مجرم، أنا ماني عارف من أنا. واحد من الضباط التمس خوفي هذا، قال لي اسمع ما نبي منك شيء كبير، بس قل لنا مين يعطيك الحبوب. يقول خذيت نفسي وجمعت شجاعتي وقلت فلان، وهو اللي ورطني بالسواليف هذه كلها.
الضابط رفع حجاجه وقال تمام، نبيك الحين تقنعه انك بتشتغل معه وتخليه يعرفك على الراس الكبير، لانه فلان هذا ضحيه مثلك مغرر فيه، حنا نبي الراس الكبير اللي وقعكم كلكم. يقول قلبي طاح من مكانه، انا اتجسس على خويي، انا اصير جاسوس، اللي كان يسولف معي بالمدرسه، اللي حط اول حبه بيدي. اي صح، هو حط اول حبه بيدي الا يستاهل. لكن بنفس الوقت تذكرت كل ليله جلست فيها ابكي لحالي، تذكرت امي اللي ما تعرف ان ولدها جالس يضيع، تذكرت وجه الاستاذ ناصر يوم قال لي انا اشوف فيك مستقبل، لا تضيع يا ولدي. رفعت راسي وقلت للضابط تم. بس اعطوني عهد انكم تحموني لو دروا. الضابط ابتسم لي وقال حكومتنا ما تترك احد، لا تخاف انت معنا وبمان بعد الله. يقول طلعت من المكافحه وانا حاسس ان رجولي ما تشيلني، ودخلت لعبه حتى اكبر مني بمراحل، لكن لاول مره حسيت ان الطريق يمكن يرجعني انسان من جديد، يرجع لي ذاك الدافور اللي كل تمناه. يقول والله يا ذيك الليله اني ما نمت، ما قدرت انام، انا ما تعاطيت شيء بس ما نمت، ما قدرت من الخوف والرهبه. اخطر خطوه مو يوم تاخذ الحبه، يوم تحاول تدخل بين الذئاب عشان تنجو. يقول من بكره رجعت المدرسه والطلاب عاديين وضحك وفوضى، بس انا كنت عايش في عالم ثاني، كل حركه محسوبه علي، كل كلمه لها وزن ثقيل، بعد عمري هذا كيف يروح. قابلت خويي وقف قدامي وقال ها بشر وش صار معك انت والاستاذ الهطف هذاك ايش اسمه ناصر؟ ابتسمت وكني مطمن وقلت له لا الامور تمام يا رجال، هذا هطف ما يعرف شيء، اتهمني وجحدت امه وطلعت منه، والحمد لله اني كنت مسافر مع ابوي وطلعت منها ابد ما علي شيء. حسيت عينه تراقبني يبي يتاكد اني ما انكشفت. سحبت من جيبي 50 ريال وقلت له يا فلان والله اني اشتقت لحبوبك، ابي حبه تكفى. مد لي الحبه وخذ فلوس. حاولت اتصرف كني انسان طبيعي، كني ذاك الولد اللي ضيع نفسه وراح ضايع معه. ابدا مو انا الولد اللي رجال المكافحه ينتظرون مني خطوه. توقع البياع. يقول شوي وانا كني جالس افتح باب جهنم. قلت لخويي هذا قلت له يا فلان وش رايك لو عرفتني على اللي يعطيك؟ ابي اشتغل زيك يا اخي، ما عاد معي ميزانيه هشري، ابي اشتغل زيك واصرف واطلع حق راسي. رفع راسه ونظر لي قال يا اخي والله انك تطورت، ما توقعتك كذا. وسكت شوي بعدين قال خلني افكر واستشيره، هذا قرار مو امر بسيط. يقول قلبي قام يدق بقوه، وش يقصد استشيره؟ من هذا اللي لازم ياخذ رايه؟ هل هو الراس الكبير اللي يدورون عليه المكافحه ولا في احد ثاني اخطر؟ طلعت من عنده وانا احس اني دخلت بوسط متاهه بين الولاء لصاحبي والخوف من اني ينكشف. في لحظات لو رجعت بالزمن ما تتمناها تنعاد، مو لانها غلطه لا، لانها بدايه النهايه. الايام اللي بعدها صرت اشتري طبيعي من خويي، بس اخذ الحبه بس ما تلبس فمي، كلها تروح بيد الاستاذ ناصر. كنت كاني العب لعبتين، قدام خويي انا المدمن اللي انتهت حياته، وقدام الاستاذ انا المصدر اللي ساعده انه يكشف الشبكه ونسلمهم تسليم للمكافحه. يقول مر اسبوع وجاني خويي قال اسمع بكره بعد الطلعه بيمرنا البياع بنفسه ونتعرف عليه ويعلمك شروطه، وتراه وافق. يقول يوم سمعت الخبر حاولت ابين اني فرحان ورفعت صوتي وقلت كفو والله انك محسمي. يقول بس داخلي قلبي يقرقع من الخوف، انا وين والبياع وين، انا ايش وديني لهم. يقول اول ما خلصنا ركضت على طول الاستاذ ناصر، قلت له وانا ارتجف مكاني استاذ ناصر بكره بيجينا البياع بنفسه. يقول مسكني من كتفي وقال انتبه ثم انتبه ثم انتبه تركب معه، خلى الامور عندنا. يقول قلت له تم، لكن وجهي كان يفضح خوفي قدام الناس كلها. يقول بعد الدوام خذاني استاذ ناصر المكافحه وجلست قدام ضابط كبير وسالني وش الجديد. قلت له بكره ان شاء الله بيجينا البياع. ابتسم لي وقال اسمع لا تخاف، ترى احنا نراقب مدرستكم من اسبوع وبنظل نراقبها لين يطيحون، لكن بكره ترى ما نقدر نمسك ونداهمكم لانه بيجيك نظيف ما راح يكون معاه شيء. يقول سمعت الخبر وبلعت ريقي وقلت طيب خلاص ما عندك مشكله. يقول جاء بكرة بعد الطلعة مشيت مع خويي، مرينا من شارعين خلف المدرسة، إلا ذاك الموتر اللي يسوى جي كلاس أسود يوقف عندنا وفتح الباب وقال اركبوا. يقول أنا تجمدت مكاني، وصية الأستاذ لا تركب. قلت لا معليش خلنا نسولف هنا. التفت علي البياع وعينه ثقيلة علي، قال أنت بزر إذا أنت كفو رجال اركب، وش تبي الشغلة هي لعب، اركب أعلمك. يقول ارتعدت من الروعة ما أدري وش أسوي، لكني ركبت. قفلت الباب وتحركت السيارة والدنيا برا تمشي طبيعي، بس داخلي كني دخلت زنزالة برجلي. المهم إلا جوالي يرن، الأستاذ ناصر يدق مرة مرتين ثلاثة أربعة، كلها تجاهلتها وقلت خليني أقفل جوالي. بس قبل أقفل جوالي خلني أطمنه، وارسلت له رسالة قلت بعلمك بي جديد تطمن، لكن بعلمك ترى أنا ركبت معه. وقفلت جوالي وانا جالس بالجي كلاس، ما كنت اعرف اني رايح لطريق يكشف العصابه ولا لطريق نهايتي، ما ادري اي طريق. في كلمه بسيطه تطيح الرجال من فوق عرش، عطني جوالك، هي اللي قلبت كل الموازين. يقول كنت راكب معهم فجاه البياع التفت علي وقال عطني جوالك. انا تلعثمت وقلت ليه؟ قال لي برود بس كذا عطني جوالك، اقول لا تناقش.
مديت يدي وانا متردد وعطيته الجوال وهو مقفل. قال لي افتح جوالك. قلت له بخليه مقفل عشان ابوي لو اتصل ما بيقروشني. وبسرعه دخلت على دردشه الاستاذ ناصر وحذفتها بالكامل ومديت له الجوال ويدي ترجف. يقول قعد يفتش بالجوال شوي ووقف عند الواتساب، وانا جالس انظر للجوال اقول يا رب ما يدق الاستاذ ناصر، يا رب ما يرسل، يا رب ما يدق، ما بينكشف. يقول شفته يراعي الواتساب ثم رفع نظره الى مرايه السياره، رعالي بنظره حاده وقال تم، واعطاني الجوال. انا هنا انبسطت وقفلت الجوال بسرعه وابتسم ابتسامته وقال اسمع، كل 10 حبات تصرفها ترى لك واحده، تاكلها تحرقها تبيعها مو شغلي، لك واحده. يقول انا من داخلي حسيت اني جندي هم اللي طاحوا بالفخ، بس وجهي تظاهر بالرضا اني مستانس اني بياع. قلت له بحماس، قلت هي ابشر انا معك، بس بالله بكره جيب لي اكثر من 30، ترى عندنا بالحاره واجد يبونها. التفت علي قال خلاص تجيك بكره، يا ويلك وسواد ليلك لو احد عرف عن شيء، واذا انطرحت تراك لحالك، لا تجيب اسمي ابد ولا تجيب شغلنا هذا نهائيا. وبعدين ليش اجيب لك 30؟ غبي انا اعطي وغد 30، ما عندي الا 10 حبات بجيبها لك بكره. قلت ما يخالف، 10 هاتها. يقول نزلت من السياره وانا وجهي يضحك لكن قلبي جالس يصارخ، بكره يوم الحساب، اما نصيدهم او يصيدوني. يقول بعد ما نزلت من الجي كلاس مشيت على رجلي عقبتهم بشارعين، تاكدت انه ما في احد وراي ولا احد يراقبني. رفعت السماعه ودقيت بالاستاذ ناصر. استاذ ناصر وينك؟ كان انا واقف انتظرك بالبقاله اللي على الشارع العام. قلت يلا جايك، لا تتحرك يا استاذ ناصر، ابي اتاكد هم يراقبوني ولا لا. يقول فعلا جيت عند البقاله وقلت له استاذ ناصر تمت، بكره بنمسكهم، لازم نروح المكافحه. وفعلا رحنا المكافحه وجهزنا كل الامور ونسقنا انه بكره التسليم. وبعدها رحت للبيت وانسدحت وانا فرحان مبسوط اني برجع ذاك الشخص الشاطر. يقول من بكره وتكشخ وتعطر وانزل المدرسه، مستعد اني اقابله ونكشفه اليوم. يقول المهم بالفسحه شريت فسحتي اللي يجيني خوي، قال فلان، قلت هلا، قال يمسك الظرف هذا، قلت ايش فيه؟ قال هذه فيه حبوب اللي طلبتها. قلت ليش ما راح يسلمني اياها هو؟ قال لي لا ما راح يسلمك اياها. اخذت الظرف ورحت للاستاذ ناصر وقلت له استاذ ناصر ترى ما جاء اليوم، ارسلها مع خويي، ترى خطتنا فشلت، انا تعذبت نفسيا يا استاذ ناصر. قال ما عليك اكيد بيثق اكثر. يقول خذاني واستاذن لي ورحنا للضابط وكلمناه. يقول الضابط كلنا مستعدين، لكن لو رقل اللي لعبها البياع قلبت الطاوله حرفيا. يقول الاستاذ ناصر مد لي مبلغ حق ال10 حبات، قال لي خذ فلوس وروح قل لخويك انك صرفتها كلها وخله يوصلك للبياع مره ثانيه. رحت لخويي وقلت له خذ الفلوس هذه، صرفتها كلها يا رجال، والله ما في اسهل منها، العالم كلها تبي. يقول خذ الفلوس خويي ويناظرني، قال يلعن ابليسك طلعت بياع شاطر. قلت له ايش يعرفك جليني زيك، تواصل بس مع خوينا وخله يمرنا بعد المدرسه ابي ضروري. يقول مرت حصتين وجاني خويه وهو يبتسم، يقول ترى البياع بيمرنا بعد شوي. يقول كنا الزمن وقف عند هالكلمه، البياع بنفسه بيجي، يعني خطتنا ماشيه. رجعت للاستاذ ناصر وقلت له السالفه، ابتسم ابتسامه معناتها ان امورنا تمام. يقول اذا واجهته قل له انك بعت الكميه وتحتاج اكثر، كذا تكسب ثقته وانت تحتاج من 30 ل 50 حبه. يقول بعد الدوام نفس السيناريو، رحنا شارعين ولقينا البياع موجود وركبت معه وقلت له شفت شلون صرفتهن؟ ترى الامر سهل، والله نصهم ما اعطيتهم للحين يبون، وحتى اللي خذوا يبون كميه بكره، قلت لك عطني 30 او 40 حبه. يقول سمعت انك خلصتها كلها، يقول والله انك ابسطتني، بكره بجيب لك بنفسي اكثر من حبه، واذا استمرينا كذا والله لا خليك ملك. قلت له وش اللي اكثر من حبه؟ انا ب 40 حبه بكره تجيبها بعد الدوام عشان اخذها معي للحاره، لان كل الطلبيات برا الحاره. يقول قال لي لا انت شغلك مضبوط، عطني رقمك. يقول انا اعطيته رقمي وانا داري انهم وقعوا بالفخ، خلاص طيحتهم. يقول طلعت من عنده وجوالي يرتجي في بيدي، اليوم يعتبرون انهم انتهوا، يعني خطتنا ماشيه، احيانا الثقه اللي ينتظرونها منك هي نفسها الحبل اللي بتشنقهم. يقول بعد ما اخذ رقم جوالي كل لحظه بجوالي كانت مثل قنبله موقوته. الاستاذ ناصر والضابط صالح قالوا لي انت الحين تراك اهم من رجالنا كلهم، مهمتك انك تكسب كلمته وتخليه يجيب نفسه. باليوم الثاني جتني مكالمه يقول لي خلاص ترى بمرك بكره والوضع جاهز. قلت له تم، خلاص بكره ننتظرك، ولو انك تاخرت والناس يبونها اليوم بس بكره. وقبل اطلع المدرسه وانا اطلع المكتب الاستاذ ناصر قلت يلا على المكافحه ونروح نعلمهم ونحدد متى موعد التسليم بعد المدرسه تحديدا. قلت داومت من بكره وانا جاهز اني استلم الكميه منه، والكمين جاهز والمكافحه جاهزه. يقول دق علي قال انا برا بنفس الشارع. يقول اول ما ركبت وقبل ما اسكر الباب فجاه الدنيا قلبت، ما مداي امد يدي على فتحه الباب عشان اسكرها الا رجال المكافحه طاحوا علينا من كل زاويه، ما لحق حتى يحط رجل على بنزين، امسكوه ويصرخ ويراعي لي بعيني مباشره. الموقف هذاك اللي والله ما انساه ما حييت. يقول لي والله ما خليك لا انت ولا اللي وراك. يقول الكلمه كأنها خنجر بقلبي، انا اللي قبل كم شهر مجرد طالب واليوم محاصره بين رجال المكافحه واللي يبيعونها،
وبعد أسبوع جاني استدعاء رسمي وجلست قدام المحقق صالح يقول حنا سوينا شغلنا، الحين دورك تقول الحقيقة كاملة. حكيت كل شيء من أول حبة في المدرسة إلين ما تم القبض عليه. كنت أتكلم وأنا أحس كل كلمة كني أفرغ رصاصة من صدري. لكن اللي ما تدرون عنه إني أنا ما نكبت خويي ولا بعت خويي، اشترطت على رجال المكافحة إنهم يعالجون خويي وما يدخلنا بأي قضية. المهم اللي صدمني ما كان التحقيق ولا حتى الملفات اللي وقعت عليها، الصدمة الحقيقية كانت بأبوي. أول مرة بحياتي أشوف أبوي بدل ما يرفع يده علي يمد يده ويحضني. يقول كان حضن أدفى من كل شيء مر علي. قال لي يا وليدي مو مهم إنك طحت، المهم إنك قمت ورجعت رجال. ومن ذاك اليوم تغيرت معاملته معي، صرت أحس فعلا إني إنسان وله قيمة. لكن كل يوم وأنا راجع البيت علق ببالي شيء واحد، هل انتهت الحرب ولا هذه مجرد أول جولة؟ وش رأيكم أنتم؟ هالطالب بطل ولا ضحية؟ وأبوه فعلا تغير، لكن هل المجتمع بيتقبله؟ وهل فعلا الراس الكبير هو الأخير؟ إذا عجبتكم القصة لا تنسى تشيرها بكل مكان، ولا تنسون دعمكم بلايك واشتراك عشان نقدم لكم المزيد من القصص. وأوعدكم القصة الجاية بتكون أجمل من هذه، واللي ما تابع فيديوهات سرقة البنوك بيطلع لكم الحين في آخر الشاشة. لا تفوت ولا فيديو، إن شاء الله نبي يعجبك.